عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بريسيت جديدة المطبقة التونسية محرحرة على أصولها بطريقة سهلة وناجحة من أول مرة، بعجينة روعة بالحق. البنة ما نحكي لكمش، والشكشوكة اللي جيت فيها والبنة اللي جيت فيها بنفس العجينة. عملت مطبقة وعملت شاباتي المهدية بطريقة أخرى بالنسبة للحشو متاعها. دونك لهنا أول حاجة باش نعملها باش نحضر العجينة. عندي رطل اسميد أرطب، مغرفة صغيرة ملح وماء دافي بين 450 و 500 مليلتر ماء دافي على حسب السميد متاعكم. أنا بالنسبة لنوعية السميد استحقيت 450 ماء دافي. نعجنوها مليح مليح حتى نتحصلوا على العجينة تكون طرية. لهنا باش نحضر الحشو متاعي. عندي كعبتين طماطم مكعب، قرنين فلفل شايح، مغرفة صغيرة هريسة عربي، مغرفة كبيرة ثوم، مغرفة صغيرة طماطم معجونة، وعندي اللية متاع العلوش ولا شحام العلوش كيف ما تحبوا. عندي البصل باش نرحيه مع قرينين فلفل شايح. دونك ما ترحيوهش برشا، لازم يكون خشين شوية، ما يبداش ليكيد وما يبداش خشين برشا. باش نتعدى نقلي اللي متاعي. دونك قصيتها ظروف باش نقليها في شويه زيت مش برشا، ما نستعملوش برشا زيت حتى لين تاخو هذاك الدوري اللون الدوري متاعها. باش نكمل نضيف عليها البصل اللي رحيته مع قرين فلفل شايح. باش نكمل نضيف الطماطم والهريسه العربي والطماطم معجونه والثوم، ونخليهم يتقليو مليح مليح. ومن بعد نضيف عليهم لفاحات متاعي عباره على مغرفه كبيره فلفل احمر، مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره تابلو كرويه، وشويه نعناع شايح. لهنا حبيت نوريكم البات والتراوه اللي جات فيها كيما تراوها. دونك ضفت اللفاحات متاعي باش نخليها تتقلى مليح مليح من غير ما نضيفه حتى قطرة ماء. نخليو البصل متاعنا يخرج الماء متاعو وحده. لهنا بالنسبة للشاباتي المهدية عملت جامبون، عملت فخوماج، عظم مسموط، شوية ريسة وشوية من هذيك الصوص. بعد ما طابت بالطبيعة بعد ما ترتاح البات متاعكم تبداو تشكلوا في الشاباتي متاعكم والا في المطبقة. حبيت نوريه لكم من داخل، بالحق الريسيت ناجحة 100%. ولهنا بعد ما ارتاحت البات باش نتعدى نشكل فيها. دونك نحط شويه فرينه فوق الرخامه ونبدا نشكل فيها كويرات صغار، ومن بعد نرش الفرينه. فما شكون يحب يحلها بالزيت، انا حبيت نحلها بالفرينه. دونك تحلوها جويده وتدهنوها بشويه ماء على كوتي باش هذيك البات متاعنا تلصق فوق بعضها. حطيت الصوص، حطيت البات الثانيه، ونخليها في الطاجن يبدا سخون. ندهنها بشويه زيت باش تعطيني هذاك اللون الدوري من الفوق. وهذه هي كانت الريسيت متاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتات على رايكم. شهية طيبة للناس الكل وبسلامة.